بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا أحلى وأغلى أخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا وسرور وراحة بال ورضا من الرحمن. اللهم آمين يا رب العالمين. بديل اللحمة، بديل الفراخ، بديل أي حاجة، هو البروتين المغذي اللي يدفيكي في الشتاء. ده هي الوجبة الكهرمان الحلو ده اللي هو بيغذيكي ويشبعك ويخليكي شبعانة طول النهار، زي قيمة اللحمة وزي قيمة الفراخ. وما تقوليليش هي الأكلة اللي بتشبع معاكي في الشتاء. تعالي كده نسمي ونصلي على الرسول ونبتدي. وأولا ما تبخليش علينا باللايك والاشتراك في القناة، وتنزلوا لنا بكومنت بالصلاة على النبي من ايدكم الحلوة. معانا كده حلة فيها 2 لتر من المية، عليها 4 كده يعني ربع كيلو طماطم، وطبعا حطينا لها جزراية، وطبعا توم وبصل ني كده وسبناها تغلي مع بعضيها. والحلة التانية برضو حطيت لها كده لتر من المية، وحطيت كوباية عدس كنت غسلها برضو وحطيتها، وحطيت فيها بصلاية وفصين توم، وسبتها كده تعيش مع نفسها لحد كده ما العدس كده استوى وده غلى وده استوى. حسيت ان التوم والبصل وكله استوى في العدس وضرب كده مع بعضيه وجداله قلبة. هروح بسرعة بالهاند بلندر او بالشفشق الخلاط، تضربيهم ضربة حلوة زي ما انت شايفة كده، وتنعميهم وتخليهم حلوين، وتسيبهم لي كده تركنيهم على جنب، تخليهم يغلوا مع نفسيهم. هما الاتنين اضربي ده لوحده وده لوحده، ده هيبقى لونه احمر والتاني هيبقى لونه زي ما انت هتشوفيه كده، اللون العادي بتاعه الاصفر العادي. طيب هنعمل ايه؟ تعالي كده معايا. هروح اشوف العدس اللي في الحلة التانية. هنعمل صنفين مني، صنف طبعا يعني حلو في متناول الجميع، والصنف التاني انا بحبه وبفضله عن نفسي. ولو انت اتفقت معايا اعملي زيي. كده معايا واحدتين من البصل شوحتهم بشوية من الزيت، أو برضو لو عايزة فيه سمنة بلدي حطي. وبعد كده اعملي الملح، ظبطي الملح. طول ما انت مظبطاه في العدس وفي في البصل ما تقلقيش، بس حطي ملح بسيط. وقلبي البصل لحد ما تحمر زي ما انت شايفة كده باللون الذهبي بتاعها. وتعالي لي بسرعة يا ست الكل وشفيني وانا بطشها. فعلا على العدس بيفرق وبيدي طعم جميل. حطيته كده على العدس الأحمر بتاعي اللي احنا حطيت فيه طماطم وجزر، وسبته يتسبك مع نفسه، وواحدتين من البصل الني والثوم، وخليته غلب على نفسه واديته طشة البصل دي. خطير خطير خطير، بيبقى طعمه رهيب. قلبي البصل المشوحة دي فيه وقلبيها وخليها كده مسافة 5 دقايق بالظبط، واطفي عليه. كده العدس بتاعك كان استوى وزي الفل. تعالي كده هحط طبعا طشتين من العدس واقلب في الطاسة بتاعتي واحطه تاني على العدس، بيديك طعم خطير ورهيب. خلصتي؟ تعالي كده نشوف التاني. ده العدس بتاعي اللي انا بحبه. هتقولي لي ازاي؟ هقول لك كده بحبه. العدس ما حطيتش فيه غير يعني بصلايه، فصين من الثوم، خليته غلى ضربته على الخلاط او على الهاند بلندر. وبعد كده حطيت معلقه ملوخيه، ملوخيه من الملوخيه اللي بتاكليها الناشفه، اللي انت بتعمليها في الشتاء او تعمليها في اي وقت. بصي كده وتديها تقليبه وتسيبيها. هدي النار خالص عليها وتعالي فصين من الثوم اقدحيهم كده على معلقة سمنة بلدي الله أو زبدة. خطيرة خطيرة خطيرة. اديها تشويحة لحد ما تحمر، وانزلي لي برضو بيها بالطشة الرهيبة دي، بتبقى تحفة. وجنبيها شوية خضار، شوية خس، شوية جرجير، الله، وشوية مخلل، وكل بالهنا والشفا. ربنا يحسن ما بين ايدينا، طعم خطير رهيب فعلا. كليه وهتعتمديه وهتحبي تعمليه على طول. كده انا خلصت العدس الاحمر وكان استوى، وشوفيه كده هيبقى زي العسل. خلصته. تعالي نشوف الطشة التانية الرهيبة. خلصت التومة كده احمر زي ما انت شايفة. هروح بسرعة هطشه على العدس بتاعي التاني اللي هو انا عملته بشوية ملوخية وخليته كده يستوي وزي العسل. معلقة السمن البلدي بالتومة بتخلي الاكل يروح لحتة تانية خالص. وفعلا اكلة مغذية مشبعة صحية مفيدة، نفس قيمة البروتين فيها. وطبعا زي اللحمة وزي الفراخ القيمة الغذائية بتاعته الصحية زيه. وبالذات طبعا احنا في الشتاء دلوقتي تاكليه، وانت طبعا بتحبي وانت تاكليه. فعلا مغذي مدفي مشبع، ما فيش وجبة يعني فعلا زي وجبة العدس في الشتاء بالذات. مغذية صحية مفيدة. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم، يا ريت يكون نال إعجابكم. وأتمنى ليكم مشاهدة ممتعة، وما تنسوناش وما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناة وكومنتاتكم الحلوة. ويا ريت طبعا
اشتركوا لنا في القناة واضغطوا لنا لايك وانزلوا لنا بكومنتاتكم الحلوة. شكرا لكم وشكرا لمشاهدتكم، واشوفكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.